حكاية قديس وشهيد. عارفين قصة أبونا بشوي كامل والبطة؟ أبونا بشوي كامل كان دايما بيحس بالناس، وكان كل المحتاج بيروح له لغاية بيته وكان بيساعده وبياخد أكل ويودي للناس. بس في يوم حصلت حاجة غريبة. كان هو في بيت بيحمي طفل صلاة الطشت أو اللي اسمها استحمام الأسبوع، وهو بيصلي للطفل صلاة الطشت حصلت حاجة غريبة. سمع صلاة أطفال بيصلوا لربنا علشان محتاجين إن هم يتعشوا، وفي الوقت ده راح أبونا بعد ما خلص قال للست صاحبة البيت: طب انتي هتعشينا؟ فقالت له: ايوه يا ابونا، يطلب اللي انتوا عايزينه. كان موجود هو وابونا توادرس، وابونا توادرس في الوقت ده استغرب ابونا بشوي كامل اول مرة يقول حاجة زي كده. فاستغرب ابونا توادرس واستغربت الست جدا. قال لها: طب هتعشينا ايه؟ قالت له: هذبح لكم بطة. قال لها: هات البطة. وخد البطة ونزل يجري. ابونا تدرس وراه يجري، استغرب ايه اللي بيحصل ده. فلما نزل لقى انه ابونا بشوي كامل ساب العربية بتاعته ومشي اتجاه تاني بسرعة جدا، يمشي بسرعة يجري في الشارع. فجري وراه وقعد يقول له: يا ابونا يا ابونا. لقيه طلع بيت، وهو وطالع بيت طلع ابونا برضو وراه. خبط على الباب، فتحت له الست فقال لها: خدي، ربنا سمع لصلاة ولادك وخدي علشان تعشيهم. خدت البطة في الوقت ده الست فرحت جدا وقال لها ابونا: طب اساعدك فيها؟ قالت له: لا يا ابونا. وذبحتها ونظفتها وسوتها، وقالت لابونا في الوقت ده: اني انا كنت مطلعه اولادي يقعدوا علشان يصلوا لربنا، علشان ربنا يستجيب لهم، هم اطفال، ويقولوا له ان احنا جعانين وعايزين نتعشى. هم ابوهم متوفي، وقلت لهم اطلعوا صلوا لابوكم السماوي، وهم وبيصلوا فعلا ربنا استجاب لصلاتهم وبعتك يا ابونا. ودي كانت قصة ابونا بشوي كامل والبطة، ودي قصة حقيقية وحكاها ابونا تدرس اللي كان موجود مع ابونا بشوي في الوقت ده. وبركة ابونا بشوي كامل تكون معانا، ولربنا المجد الدائم من الابد، امين.